اهلا وسهلا، كنتمنى لكم تكونوا في تمام الصحه والعافيه. مرحبا بكم كاملين. عشر مبروكه بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم البنات مع اقتراب العيد ان شاء الله بزاف ديال السيدات اللي كيعانيوا ملي كيبغيو يشعلوا الفخر ما كيبغيش يشعل ليهم. وراكم كتعرفوا ديك الماده اللي كتبع ديك الماده البيضاء، دوك الكروات اللي كيتبعوا باش كنشعلوا الفخر، هادوك مضرين بالصحه. واللي عنده الضيقه، اللي عنده ضيق في التنفس، راه صعيب ليه ديك الريحه يشمها. وحتى حنا في الدار كتزعزنا ديك الريحه، ما كتعجبناش، كتعطي واحد الرائحه في الدار وبالاخص اللي هكا ما عندهمش طوحه بوحدهم، ما عندهمش بالكو كيزندوا الفخر داخل الدار. هذيك الريحه راها خايبه خايبه بزاف ومجهده على نيفنا. المهم اليوم جبت لكم واحد الطريقه اللي هي سهله. السيدات اللي كيعانيوا من الفخر ما كيبغيش يشعل ليهم، اللي كيمحنهم، اللي كيعذبهم وكيرجعوا شويه ديال الضو، ولكن ما كاينش ما احسن من الشواء فوق الفاخر الطبيعي. كيجي بنين، كيجي فتي وكيجي لذيذ، وتا دوك الاجواء ديال العيد كتعجبنا بالفاخر. المهم اليوم جبت لكم هذه الوصفه اللي غادي تعجبكم وغادي تنال الرضا ديالكم. اي وحده كان كيعذبها ولا كيمحنها انها تشعل الفخر وكتخمم ليه، من الان فصاعدا غادي تشعلي الفخر دغيا بالزربه. بواحد الطريقه سهله غادي نشاركها معكم، ما غاديش نطول عليكم. كملوا الفيديو حتى الاخر وفرجه ممتعه وما تبخلوش عليا باللايكات. هنا البنات كناخذوا واحد الطرف ديال البابي، كنطوي واحد الطريف ديال البابي ديال الكوزينه، كنطويوه هكا. كان عندكم البابي هو هذاك، ما كانش عندكم اي ضره فيها البابي ديال الكوزينه، ما كانش عندكم غير هذوك الكروات اللي كناخذوه فين كنديروا البيض، يمكن لكم تستعملوا حتى هذاك، ولكن انا كنستعمل هذه الطريقه ديالي دائما سنين هذه وانا كنديرها. كتاخذوا اي زيت عندكم ديال القلي، حاولوا تحافظوا عليها وديروها في قريعه ديال الزاج وتخصصوها غير لهاد المساله هذه. انا عندي هنا الزيت قليت فيها اللوز وخبيتها. كانت عندكم الزيت ديال البطاطا يمكن لكم ديروها، ما تخليوش غير ديال الحوت، راكم كتعرفوها كدير الريحه، ولا الزيت ديال الفلفله. زيت ديال البطاطا قليتو فيها الفريت غتخبيوها. ما كانش عندكم غديروا زيت النباتيه العاديه في شي قريعه وتحطوها حدا المجمر ديالكم فين ما تبغيو تشعلوا كتستعملوها. هنا انا كما قلت لكم عندي هاد الزيت ديال اللوز قليت فيها اللوز وكنستعملها، ما غاديش نضيعها. هنا كناخذ هاد البابي كنطوي على 4 وكندير فيها شويه ديال الزيت. راه غير درت انا بزاف مشات ليا، كنهز بالمعلقه كندير غير شويه. كتفزقوه هكا بالزيت، كطويوه بحال ما هكا، كتاخذوا البريكه كتشعلوا، كتكونوا موجدين الفخر ديالكم. ملي كتشعلوا بحال ما هكا كتحطوه في وسط الفخر، صافي كتبقاو كتستفوا دوك الطريفات ديال الفخر فوق داك البابي شاعل. هانتوما شفتوه شاعل، راه ما كتحتاجوا تصوتوا عليه، ما كتحتاجوا تسناوه واحد المده طويله، ما تحتاجوش الرابوز بزاف اللي كيشعلوا بالسيشوار، ما تحتاجوا حتى شي حاجه، ما تصوتوا عليه ما حتى حاجه. حطوه وسيروا عمروا القطبان ديالكم، عمروا بريد ديال اتاي، وهانتوما كتلقاوه سير بلاص واجد شي 5 دقائق كتلقاو الفاخر ديالكم زند ولا مخير شاعل وزوين. كيولي شاعل زوين في رمجة العين، 5 دقائق ما كاملاش كيشعل. هي هذه الطريقه ديالي انا بغيت نشاركها معكم بالنسبه للسيدات اللي ما كيعجبهمش يشعلوا الفخر ولا كيمحنهم ولا كيعذبهم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الرضا ديالكم. الا عجبكم فضلا وليس امرا ما تبخلوش عليا باللايك والدعم والبارطاج والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. مرة ثانية 10 مبروكه بالصحه والسلامه، والى فيديو لاحق ان شاء الله.